مشاهدينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها شهاب رأي والمستهل بهم وأبرز العناوين. افتتاح السفارة الإريترية في أديس أبابا. حفل داعم لاتفاق السلام في أديس أبابا. نجاح 43.3% في الامتحانات الوطنية. قوات الأمن العراقي في حالة تأهب إثر احتجاجات في الجنوب. تبادل القصف بين إسرائيل وحماس. ودمار في الصين بسبب الفيضانات. مرحبا بكم. افتتح فخامة الرئيس السياس أفورقي صباح اليوم 16 من يوليو رسميا افتتح السفارة الإريترية بأديس أبابا. وقد سلم في المناسبة رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور أبي أحمد سلم مفتاح السفارة لفخامة الرئيس السياس أفورقي، فيما رفع جميع العلم الأرثي وهم ينشدون معا النشيد الوطني. وهان زعيمان خلال تفقدهما لمبنى السفارة الشعبين الإريتري والأثيوبي. وبعد ذلك تم وضع فخامة الرئيس السياس أفورقي والوفد المرافق له مختتما زيارة عمل رسمية لأديس أبابا استغرقت 3 أيام. أقيم حفلا في قاعة الألفية بمدينة أديس أبابا يدعم اتفاق السلام الإريتري الأثيوبي. ونظم الحفل الخاص إدارة وسكان العاصمة أديس أبابا، وحضره 400 ضيف شرف وأكثر من 25,000 من السكان. وقال رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الاتحادية الديمقراطية الدكتور أبي أحمد في الكلمة التي ألقاها إن السلام هو نتاج الاستقلال والاستغلال مصدر الازدهار، لذلك أهنئ الشعبي أريتريا وأثيوبيا لاختياركم التضامن والتعاضد بدلا من التباعد، حيث أوضح بأن عملية المصالحة الإريترية الأثيوبية ستكون النموذج للكثيرين وأملا كبيرا للأفارقة. وشكر باسمه واسم شعبه لدور ومساهمة الرئيس السياس أفورقي. من جانبها أوضح فخامة الرئيس السياس أفورقي في الكلمة التي ألقاها باللغة الأمحارية، أوضح أن شعبي إريتريا وأثيوبيا انطلقا بشجاعة للمضي قدما دون الالتفات للوراء، مؤكدا على عدم منحهما أي فرصة للمحاولات التي قد تعكر تضامنهما وتعاونهما، قائلا إنهما سينتصران لا محالة. وحيا الحفل كوكب من الفنانين الأثيوبيين البارزين مثل محمود أحمد وعلي بيرا ونواي دبابة وساقاي شتو وتدروس كاساهون وآخرين بأغاني تبرز السلام والصداقة. وقدم رئيس وزراء أثيوبيا الدكتور أبي أحمد هدية هي عبارة عن عباءة تقليدية للرئيس السياس أفورقي باسم الشعب الأثيوبي. زار رئيس السياسة أفورقي مدينة هواسا بجنوب أثيوبيا رفقة رئيس وزراء أثيوبيا الدكتور أبي أحمد، حيث استقبل بحفاوة كبيرة من سكان الإقليم. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. وجد فخامة الرئيس السياس أفورقي استقبالا حافلا من سكان وإدارة إقليم الجنوب بمدينة هواسا عصر يوم 14 من يوليو الجاري، في الزيارة التي قام بها إلى منطقة هواسا الصناعية برفقة رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور أبي أحمد. وقدم سكان إقليم الصومال لفخامة الرئيس السياس أفورقي خلال زيارته منطقة هواسا الصناعية جملا مزينا تعبيرا للتفاؤل بالخير. وشهدت مائدة العشاء التي انتظمت في فندق هايل ريزورت على شرف فخامة الرئيس السياس أفورقي والوفد المرافق له شهدت عروض للفرق التراثية لقوميات إقليم الجنوب، كما قدم مواطنو الإقليم هدايا مختلفة لفخامة الرئيس السياس أفورقي والوفد المرافق له تعبيرا عن سعادتهم وارتياحهم. وفي الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد في المناسبة، ذكر فيها بأن حفاوة الاستقبال الاستثنائي التي استقبل بها شعب إثيوبيا وخاصة شعب أديس أبابا وهواسا لفخامة الرئيس السياس أفورقي فريدة من نوعها في تاريخ إثيوبيا.
وأضاف قائلا إن تبديل الجدار الذي كان بيننا بجسر السلام والصداقة يعد نموذجا ويؤدي لمصلحة البلدين والإقليم أجمع. من جانبه عبر رئيس السياسة أفورقي عن امتنانه على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، وقال إنه لا توجد علاقة جديدة تخلق بين إريتريا وإثيوبيا، لكون العلاقة بين الشعبين مبنية بالدم والثقافة والتاريخ، معبرا عن أمنياته الكبيرة لتؤثر عملية تعزيز كافة المجالات التي بدأت إيجابا على الإقليم إضافة إلى البلدين. وتفقد فخامة رئيس السياسة أفورقي والوفد المرافق له برفقة رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد في صباح 15 من يوليو الجاري أثناء عودته من مدينة هواسا إلى العاصمة أديس أبابا. تفقدوا على بعد 25 كيلومترا من مدينة هواسا مشروع العقارات الجاري بناؤها وغيرها من البنى التحتية. يذكر بأن فخامة رئيس السياسة أفورقي استقبل بحفاوة كبيرة وحارة، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في صباح 14 من يوليو الجاري بموجب الدعوة التي قدمها له رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور أبي أحمد. نجح 43.3% من ممتحني امتحانات الشهادة الوطنية للمرحلة الثانوية والبالغ عددهم 14362 طالب. وقد حصل 2009 من الطلاب أي نسبة 14% على نقاط تؤهلهم للدراسة لدرجة البكالوريوس، و1985 أي نسبة 13.8% لدرجة الدبلوم، و2259 بنسبة 15% للشهادة. ونجحت 42.8% من الطالبات الجالسات لامتحانات الشهادة الوطنية. وقد استقبلت مدرسة ورساي كالو الثانوية للطلاب القادمين من 100 مدرسة ثانوية لتلقي التعليم للصف الثاني عشر. عقد قائد مركز ساوا للخدمة الوطنية العقيد دبسي جدي للمواطنين القادمين من الخارج للمشاركة في مهرجان الشباب الثامن، عقد سيمينارا حول الخدمة الوطنية وأهدافها ورسالتها. وأوضح العقيد دبسي في حديثه بأن ساوا وخلال 20 عاما منذ تأسيسها عملت على بناء العديد من الشباب أخلاقيا وبدنيا، حيث لعب هؤلاء الشباب دورا أساسيا للزود عن الوطن من مختلف التحديات التي واجهها، مشيرا إلى أن هذا هو الهدف الأساسي الذي تأسس مركز ساوا من أجله. وقال العقيد دبسي إن الشباب الذين يأتون إلى ساوا يتفاوتون من حيث الخلفيات التربوية، لكن الأمر يتغير في ساوا حيث يسيرون معا برؤية واحدة وتنسيق فيما بينهم بسبب ترسيخ ثقافة العيش مع بعضهم البعض بوئام وإخلاص، فيما تقدم لهم برامج تعليمية منتظمة، موضحا بأن الطلاب يكملون تلك البرامج بكفاءة عالية. وذكر العقيد دبسي الإنجازات الكبيرة التي حققتها ساوا حتى الآن منذ تأسيسها، مشيرا إلى الاستثمار الكبير الجاري الذي أفضى لتكون ساوا مركز بناء الشباب في كافة المجالات وتسليحهم بالمعرفة الأكاديمية والمهنية، إضافة إلى التدريب العسكري والسياسي. بدورهم شكر الزوار حسن الاستقبال الذي وجدوه من أعضاء الدفعة 31 ومدربيهم، مقدمين مقترحات وتوصيات هامة من ضمنها إرساء أرضية تساعدهم للمساهمة العملية وعدم الاكتفاء بالمشاركة فقط. في غضون ذلك أقام الشباب القادمين من كافة أقاليم البلاد الستة والمؤسسات التعليمية العليا وأقاليم اتحاد الشباب بالخارج المشاركين في مهرجان الشباب معرضا لعرض الأزياء يعكس جمال الزي التقليدي للقوميات الإريترية. مشاهدينا فاصل ثم الأنباء على الصعيد العالمي. وضع العراق قوات الأمن في حالة تأهب أسوة مع استمرار احتجاجات على ضعف الخدمات الحكومية والفساد في محافظات الجنوب. وأصدر حيدر العبادي رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة هذا الأمر في توجيه عسكري أطلعت عليه رويترز. وقالت مصادر أمنية إن السلطات أرسلت بالفعل تعزيزات من وحدة مكافحة الإرهاب والفرقة 9 من الجيش للمساعدة في حماية الحقول النفطية في محافظة البصرة، حيث تجمع متظاهرون لليوم السادس على التوالي.
وجاء أمر العبادي في محاولة للسيطرة على الاحتجاجات المتزايدة والتي امتدت من البصرة، حيث أغلق السكان ميناء أم قصر إلى مدن العمارة والناصرية والنجف، واقتحم مئات المحتجين المطار وأوقفوا حركة الملاحة الجوية في مدينة النجف التي تضم مزارات شيعية. قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته قصفت أهدافا لحركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، في حين أطلق ناشطون فلسطينيون عشرات الصواريخ وقذائف المورتار من القطاع على إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف ما يزيد على 40 هدفا داخل عدة مجمعات لنشطاء حركة حماس، فيما وصفه بواحدة من أوسع العمليات نطاقا منذ الحرب التي دارت عام 2014. وهزت الانفجارات الضخمة المنازل في غزة، وتصاعدت أعمدة الدخان من المواقع التي تعرضت للقصف. ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات على جانبي الحدود خلال تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي والمسلحين في غزة. وقال مسؤول الصحة في قطاع غزة إن جنود إسرائيليين قتلوا بالرصاص صبيا فلسطينيا كان يشارك في الاحتجاجات، بينما توفى محتج آخر متأثرا بجراحه. ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في الصين أن الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية تسببت في حوادث دمار عبر الصين بعد أن دمرت الفيضانات التي وقعت على امتداد الأنهار الرئيسية والجسور، وأغلقت طرقا وسككا حديدية، وأجبرت آلاف السكان على ترك منازلهم. وقال التلفزيون الرسمي أن 241 نهرا في 24 إقليما فاضت مياهها خلال الأيام القليلة الماضية، مما أدى إلى خسائر اقتصادية مباشرة بلغ حجمها أكثر من 3 مليار دولار. وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول مزيد من الأمطار على شتى أنحاء الصين، مع توقع حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في إقليم سيشوان جنوب غرب البلاد. وتجتاح أمطار غزيرة وفيضانات مناطق كثيرة بالصين في هذا الوقت من كل عام، وكثيرا ما تؤدي إلى سقوط مئات القتلى، ولكن عدد الضحايا هذا العام كان قليلا نسبيا على الأقل في بداية الصيف، مع الإعلان عن سقوط 18 قتيلا. أجلت السلطات الدنماركية بعض سكان قرية في جزيرة جرينلاند بسبب اقتراب جبل جليدي ضخم والتحذيرات من حدوث موجات من مد بحري تسونامي تدمر المنازل. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الجبل الجليدي المرتفع كان يقترب من المنازل في قرية إنارسويت، لكنه استقر الآن ولم يعد ينجرف ناحية القرية. وقال مسؤولون محليون أن هذا الجبل هو الأضخم على الإطلاق، وأنهم لم يشاهدوا واحدا بحجمه من قبل، حتى أن قمته أعلى بكثير من جميع المنازل والتلال المرتفعة في القرية. وتم إجلاء عشرات الأشخاص كانوا يعيشون بالقرب من شاطئ القرية بعد اقتراب جبل الجليد منها، بحسب وكالة الأنباء الدنماركية. وحذر بعض الخبراء من ازدياد المخاطر المتعلقة بالجبال الجليدية بسبب التغيير المناخي، وهو ما يزيد من خطور أو من خطر حدوث موجات تسونامي. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.